السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وآخر أخبار التعليم المصري. تعقد وزارة التربية والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة اللي هي للعام الدراسي الحالي في 19 يونيو المقبل وفقا للمواعيد التي ذكرتها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، وتتم الامتحانات إلكترونيا لقياس نواتج التعلم وفق نظام التقييم الجديد. في بقى الحتة دي مهمة جدا، قالت مصادر مسؤولة إنه في حال استمرار جائحة كورونا قد يتم تأجيل الامتحانات زي ما حصل السنة اللي فاتت، حرصا على صحة وسلامة الطلاب، كما أن الوزارة لديها خبرة سابقة في التعامل مع الامتحانات وعقدها في حال انخفاض الإصابات. يعني لو في إصابات بس منخفضة الوزارة تقدر تعمل الامتحانات بشكل طبيعي زي ما عملتها السنة اللي فاتت وسط إجراءات احترازية والكلام ده كله. ولو لا قدر الله كانت الإصابات مرتفعة والحالة خطيرة يتم تأجيلها برضو وهتتعمل لما الحالة تتحسن. لكن الموعد الرسمي لحد دلوقتي لو الأمور مشيت بشكل طبيعي يكون 19 يونيو ان شاء الله، 19/6 يعني. وان شاء الله بالنجاح وكلكم تجيبوا المجاميع اللي انتوا عايزينها، طبعا على التابلت زي ما احنا قلنا الكترونيا يعني. ده كان كل حاجه. لو عندك اي استفسار او سؤال سيبه لنا في الكومنتس ان شاء الله وهنرد عليك. نشوفكم في فيديوز جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.